البنك الأهلي ذل الزمالك في رمضان في ليلة عودة المستشار مرتضى منصور بيخرج من السجن بتصريحات نارية. تبقى اهبل يا خطيب لو فكرت ان انت اللي حبستني. اسمع يا خطيب، انا دخلت السجن اسد وخرجت منه اسد، انما انت فار وهتخش الجحور من تاني. هعمل مؤتمر صحفي كبير وهقول على كل حاجة، هقول وهعترف مين اللي حبسني، واللي حبسني هو اللي سقطني في الانتخابات مش انت خالص يا خطيب. والزمالك بيتزين بالانوار وبالزينة لعودة معالي المستشار، والزمالك بيفضح الجمهور بهزيمة بثلاثية نظيفة والخروج المهين من كأس الرابطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعيني ومشاهدينا أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. حلقتنا النهاردة حلقة مش عادية، حلقتنا النهاردة هنرد فيها على تصريحات معالي المستشار، وهنوضح فضيحة نادي الزمالك ولاعيبته اللي فضحوها لنا في وسط كل الدوري والأندية، وبقينا بنبكي ليل ونهار. بس احنا في شهر الخير، في شهر رمضان، يعني خليك فاعل خير واعمل لايك واعمل شير. واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، النهارده كان يوم حافل بالاحداث. النهارده خروج معالي المستشار مرتضى منصور من السجن بعد ما كان في ازمه في الصباح، وان الكل اتفق ان النهارده مش هيخرج مرتضى منصور، وان النهارده المتمم لل30 يوم الحبس. وبعدين فوجئنا بخروج المستشار مرتضى منصور اللي خرج في عربيته، وكان بيتصور الفيديو الشهير ووصل لحد بيته عشان ينزل من عربيته ويقول تصريحات نارية، تصريحات جبارة. اسمع يا خطيب، انت ما حبستنيش، انا اللي حبسني اللي سقطني في الانتخابات. ولو انت مفكر ان انت اللي حبستني تبقى اهبل يا خطيب. الله 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 الله، ايه ده يا معلم مستشار؟ ده احنا لسه راجعين من السجن بسبب سبك في محمود الخطيب. ليه كده يا عم مرتضى؟ ما تهدى يا سيدي الناس. اسمع انت يا افندينا واركن كده على جنب على ما اقول البقين. اسمع يا خطيب، انا هعمل مؤتمر صحفي هبين فيه كل الحقائق، وهقول مين اللي حبسني، وهقول مين اللي سقطني في الانتخابات. وانا رجعت اسد جسور، زي ما دخلت السجن اسد خرجت منه برضك اسد. انما انت يا خطيب فار وملكش قيمة وهتستخبى من تاني زي الفار. الله 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 يا معالي المستشار، الرحمة حلوة يا جبار، الرحمة حلوة وارحمنا، ده احنا حتى في رمضان. ما علينا، انا هطلع بس كده هاخد دش على السريع واريح لي ساعتين واقوم افطر وافوق لكم كلكم. عاد مستر اكس من جديد، هو ده مرتضى منصور اللي احنا نعرفه، عشان يتزين نادي الزمالك بالانوار ويعلقوا الكهارب والافراح والزغاريط تعتلي المكان بعودة مرتضى منصور. الا ان لعيبة الزمالك بوظت الليلة. ما هو النهارده الزمالك كان بيقابل البنك الاهلي في كاس الرابطة، والكل كان مفكر بقى ان لعيبة الزمالك هتكون رجالة لأول مرة وهتثبت وجودها وتكسب البنك الأهلي وتصعد لدور ال16، ويبقى يوم سعيد على مرتضى منصور وعلى قناة نادي الزمالك. إلا أن لاعبتنا صمدت قدام البنك الأهلي لمدة 87 دقيقة. الله عليكم يا رجاله، الله كنتوا ابطال، كنتوا رجاله ووقفتوا وقفه رجاله. بس من الدقيقه 87 يا مؤمن ولحد الدقيقه 90 في 3 دقايق فقط، 3 دقايق من بتوع بهاء سلطان اللي هو اشوفك اقابلك وايديك تلمس ايديا، الزمالك يتلب 3 اجوان ويتهزم هزيمه ساحقه ماحقه ويخرج من كاس الرابطه بفضيحه مدويه.
الله عليكم، هم دول لعيبه الزمالك اللي احنا نعرفهم. ايوه كده، ارجعوا لعرينكم كده اللي احنا عارفينكم فيه. لا انتوا رجاله وطول عمركم لعيبه عاله ودايما فاضحيننا. احنا كنا بنقول انت هتكسبهم، لكن لا حول ولا قوه الا بالله. هتفضلوا زي ما انتم شويه عاله، مفيش فيكم رجاله. هتفضلوا لعيبه كسر، ما حصلتوش حتى فرقة في درجة تانية عشان يتغلب الزمالك، وعشان يخرج الزمالك في فضيحة مدوية ويخسر آخر الأمل له في الموسم الكارثي هذا الموسم. لكن في بعض الحاجات المهمة اللي لازم لعيبة الزمالك تحطها قدام عيونها. في ايه يا عم افندينا؟ هقول لك يا سيدي، لأول مرة من بداية الموسم الكارثي ده يكون نسبة حضور جماهير نادي الزمالك 800 مشجع زملكاوي فقط. الله 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 الله، فين جمهور الزمالك؟ وديتوا الجمهور فين يا لعيبه الزمالك؟ الجمهور اللي كان بيروح وراكم كل المباريات، حتى بعد كل خساره وكل هزيمه وكل كارثه كان الجمهور واقف بيساندكم. 800 مشجع من 3000، يعني خسرتم 2200 مشجع كانوا دائمين الدعم لكم. جمهور الزمالك النهارده ده انه يدعم في شويه الموظفين لحد الدقيقه 87، كلهم حماس وكلهم امل ان اللعيبه دي ممكن تعمل الاعجاز وتكسب البنك الاهلي. الا ان في الدقيقه 87 يحرز كريم بامبو الهدف الاولاني عشان ينزل علينا سهم الله كلنا، وما بناش عارفين نشجع الفريق ولا نسكت وننقهر ولا نعمل ايه. وعدت الجون الاولاني عشان بعدها ب60 ثانيه فقط يحرز البنك الاهلي الهدف الثاني. قلنا ما يجراش حاجه، هانت لسه في الوقت الاصلي دقيقه، وعندنا وقت بدل ضايع ولاعيبتنا هتشد حيلها وهتبقى كويس. عدى ال60 دقيقه الاخرانيين ويحرز البنك الاهلي الهدف الثالث. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. منكم لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا لعيبه الزمالك. لكن كل ده مش مهم، خلونا في الفرحه اللي عاملاها قناه نادي الزمالك. ما هو الزمالك مغلوب، ده عادي. الزمالك خرج من البطولة، مفيش مشكلة. احنا عندنا النهاردة فرحتنا بعودة المستشار مرتضى منصور. أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم من يدعم الجمهور؟ هذا الجمهور الذي لم يجد من يحنو عليه. لنا الله، نحن جمهور الزمالك وهرد لك لنا. وأما بالنسبة لكم فأنتم لا تمثلونا ونحن لا نمثلكم. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك بقول لك احنا في شهر الخير، اعمل اللايك واعمل شير. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره مال عدل.